في ضيافة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برنامج يعده ويقدمه للإذاعة فضيلة الشيخ عماد الكاظمي. في ضيافة الله، برنامج يسلط الضوء على حقيقة الصوم وآثاره. في ضيافة الله، هذا البرنامج من إخراج ماجد علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوة الأفاضل، تقبل الله صيامكم وتلاوتكم للقرآن وقيامكم بالليل ودعاءكم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن عملين مهمين ينبغي علينا أن نحافظ عليهما في شهر رمضان، وهما تلاوة القرآن والدعاء. وبينا أن هذه فرصة مباركة وعظيمة لكي نستثمرها ونحن في ضيافة الله تعالى ونصل بها إلى تقواه. كذلك من الأعمال التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها في هذا الشهر هو التراحم فيما بيننا، هو إيثار الآخرين على أنفسنا. وهذا ما نسميه أو ما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته بإفطار الآخرين، فقوله صلوات الله وسلامه عليه كما في الرواية: من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق نسمه ومغفرة لما مضى من ذنوبه. هذا هو الدرس من الدروس التربوية للصوم، أننا كيف نؤثر الآخرين على أنفسنا. لذلك أيضا ورد في الرواية المباركة: فطرك أخاك خير من صيامك. لماذا خير من صيامك؟ لأنني لا أفكر الآن بنفسي وإنما أفكر بالآخرين. وهذا أمر مهم قد تحدثنا عنه، أننا كيف ننطلق من أنفسنا إلى الآخرين في الصلاح والإصلاح. فإذا أصلحنا أنفسنا علينا بالتالي أن نذهب لصلاح المجتمع. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: في هذا الشهر هنالك فرصة، هنالك عمل كبير عظيم يحتاج منا أن نفكر فيه في الآخرين عن طريق تقديم الطعام إليهم، وبالتالي له ثواب عظيم. وهذه دعوة منه صلى الله عليه وآله وسلم. ونرى أن أهل البيت عليهم السلام قد أكدوا على ذلك. ففي الرواية كما في كتاب من لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، يرويها عن الإمام الصادق عليه السلام أن الإمام عليه السلام قال لسدير أحد أصحابه: هل تدري أي ليال هذه؟ الإمام سلام الله عليه من خلال سؤاله يريد أن يشير ضمنا إلى أن هذه الليالي هي ليست كغيرها من الليالي. فيقول له سدير: قال: نعم، جعلت فداك، هذه ليالي شهر رمضان. فما ذاك؟ انظروا أخوتي، يقول له: فما ذاك؟ يعني هذه الليالي شهر رمضان، فما ذاك؟ أي فيها أثر، أي تختلف عن غيرها من الليالي، أي ما هي آثار وعظمة هذه الليالي؟ فالإمام يقول عليه السلام: قال له:
أتقدر على أن تعتق في كل ليلة من هذه الليالي 10 رقاب من ولد إسماعيل؟ فلنتأمل أخوتي إيثار الآخرين على أنفسنا، ما هي عظمته، ما هو ثوابه. الإمام سلام الله عليه يسأل سدير يقول تقدر؟ يقول له تقدر بما معناه تعتق في كل ليلة 10 رقاب، ومو رقاب عادية، من ولد نبي من الأنبياء إسماعيل عليه السلام. أكيد لا يستطيع إنسان أن يقوم بذلك. فقال بأبي أنت وأمي لا يبلغ مالي ذلك، من أين أتي بهذا المال؟ 10 رقاب في كل ليلة، ورقاب عظيمة، طبعا ذلك يحتاج إلى مال. فصار الإمام ينقص له، يعني تقدر أن على 9، فيقول كلا، تقدر على 8، فما زال ينقص حتى بلغ رقبة واحدة. قال له زين تقدر تستطيع في كل ليلة تعتق رقبة؟ فقال له أما تقدر في كل ليلة رقبة؟ هنا سدير ظل يريد أن يفهم هل هو حقيقة عتق رقبة؟ نحن الآن لا توجد رقاب، كيف نعتق؟ كيف نعمل بهذا الحديث لو أردنا؟ فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال أما تقدر أن تفطر في كل ليلة رجلا مسلما؟ انظروا، ربط أو جعل علاقة بين الإفطار، بين إفطار مسلم وبين ماذا؟ وبين عتق الرقبة. فهنا سدير فقال له بلى و10، أي أستطيع يا ابن رسول الله أن أفطر مسلما، بل أستطيع أن أفطر 10. فهنا قال الإمام عليه السلام فذلك الذي أردت يا سدير، إفطارك أخاك المسلم يعدل رقبة من ولد إسماعيل. هذه أخوتي صورة من صور رحمة الشريعة الإسلامية، هذه صورة من صور الكرامة الإلهية والضيافة الربانية. كلنا بفضل الله تعالى يستطيع أن يفطر مسلما واحدا، بل بعضنا يستطيع أن يقوم بأكثر من ذلك. فإذن هذه صورة من صور التكافل الاجتماعي، هذه صورة من صور تثبيت مبادئ الإسلام، فكلنا مدعوون لذلك، حيث أن في ذلك العمل آثار مادية وآثار معنوية. من آثارها المادية ذلك التكافل، ومن آثارها المعنوية ماذا؟ ذلك الثواب العظيم الذي يمثله الإمام صلوات الله وسلامه عليه بعتق ماذا؟ بعتق رقبة. إذن هذا عمل يحتاج منا أن نحافظ عليه، ويحتاج منا أن نتسابق حقيقة إليه، نتسابق إليه إخواني. وأما العمل الآخر الذي أحببت أن أذكره، وكما بينته الروايات وكما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الاستغفار والتوبة في هذا الشهر. علينا أن نستغفر الله تعالى كما قال النبي وتوبوا إلى الله من ذنوبكم، وكما قال إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. كيف أفك هذا الأسر، أفك هذا الرهان؟ هو بالاستغفار. إذن فالاستغفار باب من أبواب الوصول إلى الله تعالى، وباب من أبواب العودة بالنفس إلى فطرتها. لذلك الله عز وجل من كرامته ومن رحمته للتائبين أنه يحبهم، كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. أي رغم أننا أذنبنا، ورغم أننا عصينا الله تعالى، ورغم أننا تعدينا على حدوده، ولكن كرمه وجوده لا يغفل عن هذا الإنسان العاصي.
فبمجرد أننا تبنى توبة نصوحة، تبنى توبة حقيقية، تبنى وطهرنا أنفسنا من تلك الذنوب والمعاصي، نصل إلى درجة حبه. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالاستغفار والتوبة أخوتي هذا شهر الاستغفار، هذا شهر التوبة، هذا شهر عرض أنفسنا على الله تعالى، عرض أعمالنا، عرض نوايانا على الله تعالى، والاعتراف بالتقصير إليه وسؤاله التوبة. لذلك أنا كما قلت الله عز وجل يحب التوابين، كما قال تعالى عفوا الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن كما وردت في الروايات. فلا نريد أن نيأس من روح الله، ولا نريد أن نقول إننا قد أذنبنا ذنوبا عظيمة وكيف سيرضى الله عنا بمجرد الصوم. كل ذلك أخوتي هي من تسويلات الشيطان الذي يوسوس للإنسان ويريد أن يبعد الإنسان المسلم والمؤمن خصوصا عن ساحة الله تعالى وعن ضيافته. علينا أن نصوم لله تعالى وأن نستغفر لله تعالى، فإن الله يفرح بتوبتنا. تتصور عمل يدخل السرور على الله، أي عمل عظيم هذا إذن، وأي إنسان عظيم ذلك الذي يدخل السرور على خالقه، مو على خلقه، وليس على خلقه، على خالقه. لذلك في الحديث عن الإمام الصادق كما يروى صلوات الله وسلامه عليه في الكافي، إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب. تصور، تأمل هذا الحديث، إن الله عز وجل يفرح. هذا الله عز وجل الغني الحميد اللي لو الخلق كلهم يعبدونه ويطيعونه ما زادوا في ملكه مثقال ذرة، وكلهم لو عصوه لم ينقصوا من ملكه ملك ذرة، لكن يفرح بتوبة عبده المؤمن. إذن المؤمن أي كرامة له عند الله تعالى. ففي الحديث إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها. فالتشبيه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول من كانت له ضالة وضاعت كيف يكون حاله وكيف يفرح إذا عثر عليها. إذن علينا أن نستغفر إلى الله عز وجل ونعترف إليه بذنوبنا في هذا الشهر. كذلك أخوتي أريد أن أختم هذه الحلقة بعمل آخر مهم كلنا مقصرون، أغلبنا مقصرون، كثير منا مقصرون في بصورة عامة، وهي صلة الأرحام. صلة الأرحام فيما بيننا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أكد عليها عندما قال في خطبته ومن وصل فيه رحمه في هذا الشهر خصوصا وصله الله برحمته يوم يلقاه، وبالعكس ومن قطع رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه. نحتاج أخوتي إلى صلة الرحم. لدي عم، لدي خال، لدي أقارب أذهب لصلته، لزيارته، لمودته، لا أستطيع الوصول إليه، أتصل به، ونحن اليوم وسائل الاتصال كثيرة، أتصل به سلام عليكم، رمضان مبارك، وفقكم الله تعالى لصيامه، لتلاوة القرآن. هذه كلمات تزرع المودة والمحبة. وطالما رأينا آثار صلة الرحم المادية والمعنوية، فلذلك علينا إخوتي في هذا الشهر أن نصفي هذه الأنفس من تلك الأمراض، مرض قطيعة الرحم. وأنا أذكر لكم حديثين فقط. ففي الحديث عن الإمام الباقر وهو يبين لنا الآثار المادية والمعنوية لصلة الرحم. قد بعضنا لا يصدق عندما نقول له آثار مادية. قال عليه السلام صلة الأرحام تزكي الأعمال، أي تنمي الأعمال.
وتنمي الأموال وتدفع البلوى. صلة الرحم إخواني تدفع البلوى عنا وتيسر الحساب يوم القيامة وتنسئ في الأجل، أي تؤخر الأجل. هذه صلة الرحم. ولننظر من آثارها كما في حديث الإمام الصادق: صلة الرحم وحسن الجوار. قرن الإمام حسن الجوار مع صلة الرحم. حديثنا عن صلة الرحم، وليتنا نتمسك بالاثنين، صلة الرحم وحسن الجوار. ماذا يفعلان يا ابن رسول الله؟ قال: يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. إذن أخوتي، هذا هو حقيقة قولهم عليهم السلام: صوموا ماذا؟ تصحوا، تصحى هذه النفوس من أمراضها، تصحى هذه النفوس من أدرانها. استمعنا إلى آثار تلاوة القرآن في الدنيا والآخرة، استمعنا إلى آثار الدعاء، إلى آثار إفطار المؤمنين، إلى الاستغفار والتوبة. التوبة تدخل السرور على الله تعالى. صلة الرحم تعمر الديار وتزيد في الأعمار. إذن ينبغي علينا إخوتي في نهار شهر رمضان وفي لياليه أن لا نضيع أوقاتنا في اللعب واللهو والابتعاد عن طاعة الله. لا ينقضي الصوم عند الإفطار ونذهب ها هنا وها هناك ونضيع أوقات. وإذا أردنا أن نذهب فلنذهب إلى المساجد، فلنذهب إلى صلة أرحامنا، فإن هذه الأماكن هي أماكن أكيد فيها طاعة ورضا لله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لذلك، وأن يتقبل منا بأحسن قبوله، وكما ورد في خطبة النبي أن يوفقنا لصيام شهر رمضان وتلاوة القرآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة الجوادين من العتبة الكاظمية المقدسة في ضيافة الله.